الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انه لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. وبعد ايها الاخوه، فان الله سبحانه وتعالى ارتضى لهذه الامه المسلمه الامه الخيره ان تكون امه مجتمعه، أمة تلتقي أكثر من مرة، لأن لها مشروعا ولأن لها هدفا ورسالة في الحياة. فالقوم الذين لهم هدف ورسالة لا بد أن يلتقوا ويجتمعوا ليتعاونوا ليتشاوروا ليتفاهموا ثم ليتفقوا على إنجاز وتنفيذ ما توصلوا إليه. نحن الأمة الإسلامية شاء الله لنا أن نكون ملتقين أكثر مما تلتقي جميع الأمم، لأننا قد يصل المسلم إلى التلاقي مع إخوانه 5 مرات في اليوم إذا كان محافظا على صلاة الجماعة، فهو يلتقي إخوانه صباحا ويلتقيهم ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. ثم يكون هناك لقاءات أخرى أوسع، على مستوى يوم الجمعة تلتقي الأحياء، ثم نلتقي التقاء أوسع في صلاة العيد. وصلاة العيد صلاة يؤديها الناس أو تؤديها المدينة، هي صلاة ليس كصلاة الجمعة كما يتصور بعض الناس. صلاة الجمعة شيء وصلاة العيد شيء. صلاة العيد تؤدى في المصليات لا تؤدى في المساجد. هذا منكر أن يصروا عليه بعض الأميين أنهم يفرضون أن تتحول صلاة الجمعة. المفيد أن الناس يصلون في الجمعة فليصلوا بالبريد. صلاة العيد تلتقي الأمة، يلتقي أهل المدينة في مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد النبوي ومسجد الشريف ولم يكن يصلي فيه صلاة العيد، كان يصلي دائما في الخارج في الصحراء. ثم تلتقي الأمة التقاء أكبر في عرفات. تلاحظون أن الإسلام دائما له طريقة في تجميع الناس. مساجد الأحياء، في مسجد الجمعة، في المصلى، في عرفات. هكذا تكون الأمة الإسلامية أكثر الأمم التقاء. ولا يوجد الآن على وجه الأرض، لا يوجد على وجه الأرض اجتماع يلتقي فيه الآن الملايين إلا أن يكون اجتماع المسلمين فقط. في كل الدول الأخرى قد تعقد مهرجانات، تعقد ملتقيات، تحرس بالجندي بالشرطة في رياضات العالم الدولية، لكن كل الذين يحضرون إنهم 10,000. أما نحن فأصبحنا نلتقي بالملايين. الحمد لله يلتقي المسلمون في الحج، يلتقون في العمرة، يلتقون وتمر الأشياء كلها ولله الحمد بأمان وبسلام، لا عدوان ولا اعتداء على أحد، لأن الإسلام هكذا يريد الأمة الإسلامية أن تكون. أما التشتت والتفرق والتوزع فهو من فعل الشيطان، ليس من شأن الأمة الإسلامية أن تفعل ذلك. ولذلك يقال إن إبليس يستعرض يوميا جنده والمنفذين لمشروعه، فيستعرض أبناءه وخدامه فيقول للواحد منهم ماذا فعلت في هذا اليوم، فيقول لقد بقيت مع شخص وأغويته حتى وصل إلى أن شرب الخمر، فلا يعبأ به الشيطان. ثم يقول لآخر ماذا فعلت، يقول له لقد راودت فلان حتى أوصلته إلى الزنا، فيقول هذا ليس شيئا كبيرا. ويقول لآخر ماذا فعلت، قال لقد دخلت بين رجلين أو شخصين متحابين فما زلت بهما حتى فرقت جماعتهما، فيقول أنت الذي قمت بالعمل الكبير. العمل الكبير هو عمل إساءة العلاقات، إفساد العلاقات. ولذلك أنتم تلاحظون أن عدو المسلمين ما تمكن منهم إلا بعد أن شتت شملهم. والعدو الآن يراهن على التشتيت أكثر مما يراهن على السلاح. كل الأفكار القديمة التي كانت ميتة يحييها الاستعمار الآن ويجيش بها الناس ويفرق بها الناس، كما تشاهدون في العراق، كما تشاهدون في البحرين، كما تشاهدون الأفكار التي كانت نائمة التي كانت ميتة في كل جهات الآن يسعرها الشيطان ويسعرها الاستعمار، وتبدأ الحروب التي لا نعرف أين تنتهي ومتى تنتهي. حروب طائفية
أفكار كانت موجودة وتغلب عليها المسلمون ثم عادت من جديد الآن، وترون ماذا يقع في باكستان من حروب حقيقة بين الشيعة والسنة، ماذا يقع في سوريا، ماذا يقع في كل جهة، لأن الذي يفرقنا فكرة والذي يجمعنا فكرة. ولكن إذا كنا نحن نغرم ونتشبت بكل شيء يفرقنا فنحن مادون في اتجاه آخر غير الاتجاه الذي يخطه لنا. هذا ليس شيئا أو كلاما يقال في هذه الجهة خاصة، وكلام يقال عن المسلمين حيثما وجدوا. المسلمون مولعون بالتفرق، يعجبهم ما يفرقون، يصرون بذلك. هناك أناس ليس لهم شغل، مقاولات كبرى الآن، هناك مقاولات للكلام الذي يفرق، مقاولات لا تبني، تهدم، في وسائل الإعلام، في المواقع، في تنشر دائما الضغينة والأحقاد. والمسلمون يجب أن يكون لهم فكر يستعلمون به على كل هذا، يرتفعون به على كل هذا. لذلك أيها الأخوة كان للمسجد قيمة كبرى في الإسلام. الإسلام رمز لكل هذه الأشياء. المسجد ليس فقط مكان الصلاة وإنما مبدأه الصلاة، ولكن روح الصلاة تهيمن على اللقاء في المسجد، ولكن لابد أن يأتي في المسجد نأتي أفعالا أخرى. فإذا صليت أنت وأنت مغاضب لأخيك وأنت تصلي في مكان والآخر يصلي في مكان وتلتقيان في الباب فيخرج أو في المسجد فيخرج هذا من باب ويخرج الآخر من باب، فما حصلتما شيئا من معنى المسجد أبدا. إذا كنت ما زلت مع الخصومة القديمة التي كانت خصومة على وهم وعلى كلمة على شيء خطأ، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتجمع وأن يلتقي فمعنى ذلك أنه لم يفعل شيئا ولم يفهم شيئا من هذا الإسلام. لذلك قلت أن المسجد أيها الأخوة بركة. المسجد سبب كل ما جاء وكل ما أنتجته الحضارة الإسلامية. لم ينتج شيء في الحضارة الإسلامية إلا من خلال المسجد قطعا. العلم بدأ من المسجد، الاجتماع بدأ في المسجد، رص الصفوف بدأ في المسجد، صناعة الأمة بدأت في المسجد. المسجد هو كل شيء، فإذا نجح المسجد استحالت الحياة بعد ذلك إلى خير. وإذا أصبح المسجد فاشلا مغلقا في ركن في زاوية ولا يهتم به أحد أو لا يزوره أحد، معنى ذلك أن كل شيء في أمتي سيء، وأن دار الصناعة الأساس مؤسسة الصناعة تعطلت فيتعطل في الناس كل شيء. لذلك أيها الأخوة نلتقي مرة بعد المرة من أجل الاحتفاء وشكر الله تعالى على ما هيأ من إنشاء مساجد وتنجيدها وإتقانها وفتحها أمام المصلين. بالأمس التقينا في مسجد في الجبل، وكان ذلك مسجدا أعيد بناؤه وجمع الناس فيه، وكان ولله الحمد إحياء لرسالته ودوره إن شاء الله. والمهم بعد ذلك أن نلتقي معه وقد صنع ما صنع. يجب أن يصنع لنا شيئا المسجد، يجب أن يعطينا ناشئة تعرف القرآن، تحفظ القرآن، تدين بالإسلام، تؤمن بهذا الإسلام، وبذلك يكون المسجد فعلا قد أدى بعض رسالته. واليوم نحتفي بافتتاح هذا المسجد الذي تولت بناءه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكان لبعض الإخوة جزاهم الله خيرا الفضل في المتابعة والملاحقة، فكان هذا المسجد ولله الحمد. ثم بعد قليل إن شاء الله سيتم بعد انتهاء افتتاح المسجد الأخير هو المسجد الذي هو بصدد البناء. فهذا شيء كبير أن يوجد في هذا الحيز وفي هذا المكان هذه المساجد التي هي مساجد ليست متنافسة وإنها هي متكاملة، كل يؤدي رسالته ويؤدي دوره، ولا زلنا في حاجة إلى المزيد. نحن الآن أيها الأخوة بعد أن نلتقي في مثل هذا المسجد لابد أن نقول شيئا عن ما بعد بناء المسجد. ما بعد بناء المسجد وهو إحياء روح المسجد ومنطق المسجد وفلسفة المسجد كما بينت هي التجميع. التجميع يبتدئ ليس فقط من لقاءات عارضة، وإنما يؤمن المسجد أو التجمع يأتي بناء على أفكار أساس رسخها الإسلام. الإسلام كما بينت لكم يحب الاجتماع ويكره الفرقة، ولكن الإسلام أيضا أصل أمورا خطيرة جدا، وهي أمور لا بد من في بناء الأسرة والتجمع الصغير والتجمع الكبير وبناء الأمة، وهي قضية الرحم، صلة الرحم.
هذه الصلة، صلة الرحم، هي شيء أساسي باليوم في تفكير في جميع المسلمين. أي الإنسان لا يولد إلا وهو له رحم، أم، أب، إخوة، أعمام، أخوان، أحفاد، وهو دائما يمتد. كل هؤلاء هم رحمه، هم قرابته. حينما يهتم الإنسان بقرابته وبرحمه يصله فإن الله تعالى يصله، وحينما يقطعه فإن الله يقطعه. كما قال الله تعالى في حديث القدسي: أنا الرحمن الرحيم. الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. هذا الله يقول والرحمن الرحيم، وهذه العلاقة سماها رحما اشتقاقا من اسم الله الرحمن الرحيم. فمن شاء أن يصله الله بخيره ونعمائه فليصل رحمه، ومن قطع الرحم لأي سبب كان قطعه الله وقطع عنه فضله ومدده إحسانه. بمعنى أن العلاقة تصير علاقة مع الله. إذن حينما يقاطع أو الإنسان أو يصل، فهو يقاطع ويتعرض لقطيعة الله له وهي أشد. وحينما يصل الإنسان رحمه يتعرض لصلة الله له وهي أكبر وأنفع. فلذلك لوجه الله، هذا نقول هنا لوجه الله يصل الإنسان رحمه، لوجه الله، محبة في الله لا محبة في الأشخاص. لذلك قد يغضب غاضبك الإنسان، قد تنشأ بينك وبينه، بين أخيك أو بين ابن عمك خلافات، وهو بالتأكيد دائما مخطئ. ماشي انت اللي في العيب دائما. احنا عمرنا ما يكون فينا العيب، دائما الناس الاخرين اللي فيهم العيب. لنقول ولد عمك فيه الغلط، خوك فيه الغلط، ومرت خوك فيها الغلط، انت دائما فيك الغلط. الحمد لله انت معصوم من الخطأ، ومع ذلك يجب عليك ان تصل رحمك. إذا كنت لا تصل إلا الذين يحسنون إليك والذين لهم معك علاقات جيدة أو الذين يكرمونك، فأين صلة الرحم؟ هذه مش صلة الرحم، هذا أمر طبيعي أن الإنسان دائما يتفاهم مع الذين يتفاهمون معه. حتى لو لم يكن رحما لذهبت إليه تستريح وتريح نفسك. قد تذهب أنت إلى دكان، صاحب دكان تجلس معه، ليس بينك وبينه رحم، ربما لا يريد هو أصلا جلوسك، ربما أنت تثقل عليه بجلوسك أمام دكان، ومع ذلك أنت تذهب إليه لأنك تجد في ذلك نوعا من المنفعة لك ومن راحة النفس. إذا كنا لا نزور إلا من نحب، فأين هي صلة الرحم؟ هذا صلة الإنسان إذا كان لا يتواصل إلا مع الذين يتفاهم معهم، الذين يحبهم ويحبونه وليس لهم معهم مشاكل. هذه قضيات تفعلها كل الناس، يفعلون، بل حتى الحيوانات تفعل ذلك. الحيوانات تحب أمهاتها وتتبعها وتتبع أماكن الكلى دائما. الرحم أن تذهب وتصل من أجل الله، من أجل أنك تريد أن تطيع الله تعالى. فلذلك حينما جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويمنعونني. فيسأل هؤلاء لي قرابة ولكن هم يرون هكذا سيئون، ويصلهم ويقطعون، هو يذهب هم لا يزورون، هو يعطيهم هم لا يعطون. فماذا أفعل؟ قال: صلهم. فكأنما تسفهم المل، فكأنما تجعلهم يستفون أو يأكلون الرماد الساخن. إذا كنت تفعل ذلك فالله يثيبك، وهم الذين يبوؤون بذلك الوزر. أنت على كل حال ليس لك إثم أنهم قاطعوك، ولكنك نجوت بنفسك وأرضيت ربك. فإذا اختاروا هم أن يستفوا المل أو الرماد الساخن، من يفعل دائما هذا؟ من يفعل هذا؟ من يؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يريد أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأخوة أقول: من أين بدأ التفكك في مجتمعاتنا؟ لم يبدأ التفكك على مستوى الدول أو رؤساء الدول المختلفون أو الحكومات الإسلامية والعربية، لا، إنما بدأ في الجذور. الجذور فيها اختلاف، أي الأسرة الواحدة تتشتت، يكون الإخوة إخوانا، يتزوجوا، ينجبوا، ثم تحدث أقوال، لأن الأسرة حينما تستقدم أناس آخرين، نساء أخريات، يبدأ الحديث آخر، ويأتي الأبناء ويأتون بذي خطاب آخر، ثم بعد ذلك تتصدع الأسرة
وبعد ذلك تتشتت، وبعد ذلك تبدأ الحرب الطاحنة إلى درجة أن الإنسان يغادر هذه الحياة وهو يوصي بمعصية. الإنسان وهو يغادر هذه الحياة يقول للناس إذا مت فلا يدخل علي فلان، ويريد القطيعة حيا وميتا. أكبر جحود والنكران أن توصي بمعصية، توصي بنكران. قل لأولاد عندكم إذا أنا دخلت كذا خويا وعمكم ما نبغيش يحضر لي، ما نبغيش يفهمه، وما تبغيش كذا. وإذا قد يأتي هذا الأخ خوف الملامة ماشي محبة، قد يأتي، ولكنه يكون هناك في جانب لا يخاف أن يطرد من البيت. لاحظوا كيف نمعن في الخصومة وفي اللجاج وفي العداوة كأننا نفعل شيئا حسنا. إذن هذا هو المرض الذي أصاب الأمة. لا أقول أن أسرة ما معينة مقصودة بهذه، هذا تقريبا عمت به البلوى. حديث الأسر معتمة فيها إما خلاف ظاهر أو نصف خلاف أو فيها شيء مستتر، ولكن على كل حال نحن نقول لابد من الرجوع إلى الإسلام. الرجوع إلى الإسلام ليس رجوعا فقط إلى الصلاة والصيام، إنما رجوع إلى الأخلاق التي وإلى المفاهيم التي أصلها الإسلام فينا، وهو يصنع الأمة. كيف تصنع أمة مجاهدة من أناس لا يسلم بعضهم على بعض؟ كيف تصنع إنسان أمة قوية أساسها وفروعها وجذورها كلها متهاوية وساقطة ومتباعدة منخورة؟ فلذلك أقول أيها الإخوان إن هذا الذي تفعله الآن بعض الجهات من ابتعاث الحياة من جديد في بعض المساجد، في بعض الجهات، إن اتخاذ موعد من مواعيد سنوية أو نصف سنوية للقاء ويدخل فيها إذا أي هذه اللقاءات التي نرجو أن تتم في الجهة أو في تلك، ويلتقي فيها الأقارب خصوصا في فصل الصيف حيث يحضر الناس الأقارب والأباعد كذا. إذا ابتعدت هذه اللقاءات عن البدع والمنكرات وما يرافقها في بعض الجهات من الدجل ومن التخريب، وتتحول من الاهتمام بالأحياء إلى الاهتمام بالأموات، إذا نجت وسلمت من ذلك فهي جزء من اللقاءات المحمودة. هذه اللقاءات مهمة جدا، يجب أن يحافظ عليها ويجب أن تصحح أيضا. أنتم تأتون الآن وأنتم في منتصف الطريق أو أقول في بداية الطريق. لماذا؟ لأن الذين يحضرون الآن هم من الكبار، والأصل أن يحضر معكم الصغار. أبناؤكم الصغار هم الأولى بأن يحضروا ليتعلموا، ليعرفوا أين كان أجدادهم، أين من هم قرابتهم وذووهم، هم الذين سيستمرون فيما بعد. لن يظل الصغير صغيرا، لا يجوز أن نتعامل مع الطفل على أنه سيبقى دائما طفل. الطفل هذه مرحلة مؤقتة ولكنه فيما بعد مسؤول. فلذلك في مرات مقبلة إن شاء الله نرجو أن يأتي الأطفال ويجلسوا ويستمتعوا ويعبثوا ويلعبوا ويجلسوا ليمارسوا لتتصل الحياة. كل الشعوب الآن أصبحت أيها الإخوة، كل الشعوب جميعا أصبحت تعي ما هذا الكلام الذي أقوله. أصبحت تقيم لقاءات ومهرجانات وتواصلات مع الشعوب الغربية والأوروبية، هي متفككة أكثر مما نحن فيه، هي لا تعرف معنى العائلة والأسرة، ولكن نحن عندنا خطأ وخلل. نحن ولله الحمد بهذه اللقاءات. فإذا فهذه اللقاءات يجب المحافظة عليها والاستمرار فيها والإبقاء عليها وتطويرها كذلك إن شاء الله في سنوات أخرى، بحيث يمكن أن تكون فيها مسابقات للأطفال للتكوين العلمي في حفظ القرآن. أي الإخوة الذين يحضرون هذه بداية، ولكن لن نأتي لنأكل الطعام ثم ننصرف، لكن لابد أن يكون هناك مرافقة لأشياء أخرى وامتحان اختبارات أو مسابقات أو شيء مما يعطي هذا اللقاء نوع من البهجة والحيوية أكثر إن شاء الله. هذا ما يجب إلحاقه وفعله حينما نصل إلى تأسيس البنية، هذا نسميه ما بعد بناء المساجد. ثم أيها الأخوة، نحن الآن نعيش في بلد نعرف حدوده ونعرف إمكاناته ونعرف تطلعاته وحاجاته، والحاجة الأكيدة التي يجب أن نحافظ عليها ونهتم بها هما أمران: العلم والدين. العلم ضروري لتطور الإنسان وارتقائه. نحن بلا علم لم نكن نساوي شيئا. حينما كانت هذه الدنيا معمورة بالأميين كانت خرافات وخزعبلات، أفكار سيئة كانت تأتي، والناس كانوا غير قادرين على أن ينجزوا شيئا.
لذلك قيمة الإنسان الحقيقي هي أن يتعلم ما يتعلمه من أمر الدين وأمر الدنيا معا. لكن حينما يبقى الإنسان جالسا على الأرض وناويا أن يجلس إلى أن يموت، لا ينوي أن يقوم يوما ما، جالس وناوي يجلس باقي، كيف؟ حينما نقول له إن مثلا الإمام الفلاني الإمام أحمد أو البخاري خرج من بلاده من بخارى وإلى جنوب الجزيرة العربية إلى كل المناطق، وجاء 40 سنة وحفظ وجمع فيها الحديث. فهو رجل، شخص مهما يكون فليس أكثر من شخص، ولكنك ماذا تفعل أنت؟ لماذا لا تستطيع أن تحفظ حديثا واحدا؟ ليكون هذا الحديث هو دعاء استخارة. أنت تحتاج أن تستخير في أعمالك، تريد أن تقدم على شيء تستشير وتستخير، تصلي وتستخير الله حتى ييسر لك فعل ما تريد أن تزوج ابنك، تريد أن تشارك، تريد كذا، فمن مصلحتك الاستخارة. إذن فأنت كيف تستخير وأنت لم تتعلم دعاء الاستخارة؟ أنا أقول لكم أيها الأخوة، أقول لكم هذا، لو أنكم جميعا الآن فيكم القارئ ما قارئش، لو قلتم لن نخرج من المسجد إلا إذا حفظنا دعاء الاستخارة لفعلتم ذلك. لو كنت تقول الآن ما نخرج من تنعطي، ولكن يقول الإنسان دين بارد ما عليه اشتغل، يصلي على الجنازة لا يعرف دعاء الجنازة، يصلي الصباح القنوت 70 سنة ويصلي غير بالله ويسكت غير في قيل يقرأ. نحن أمة لا تنهض، أمة جالسة ومثقلة. الناس الأمة دينا جالسة ودارين لها الحديث فوق راسها ما بغاش تنوض، لا يحفظ شيئا، لا يتعلم شيئا، لا يعرف أي شيء لا في الدين ولا في الدنيا. هذا شيء خطير في حياة الأمة. الأمة الإسلامية أمة ناهضة رفعها الله بالإسلام، يجب أن تبذل الجهد من أجل أن تتعلم. هذا واحد. وثم كذلك لابد أن نحافظ على ديننا ونحافظ على أخلاقنا بحفاظنا على ديننا. نحن أنا يخا في هذه المرحلة سنستقبل شيئا حدثا سألت عنه الآن، وهو دخول المدرسة. ونحن الآن عصبة الجماعة، الآن هؤلاء عصبة جماعة. لابد أن نطرح سؤال: هل يوجد فينا الآن من أبنائنا الآن الموجودين في هذه ونحن مسؤولون عنهم الآن، ولما أقول لكم مسؤولين أمام الله، هل يوجد في أبنائنا من يضطر إلى مغادرة المدرسة لأنه لا يجد ثمن الكتاب؟ نحن الآن نعيش، أولادنا نحن نصرفوا عليهم، نأكلوا ونشربوا، نأكل اللي ضروري واللي كمالي، نأكلوا حتى اللي ضرنا نحن نأكلوا، حتى اللي قالوا الناس ما تأكلوش وقالوا الطباء ما تأكلوش نحن نأكل بلا حساب. ولكن هؤلاء الذين هم معنا، إذا كانت مدرسة من المدارس لا يجد فيها التلاميذ كتاب مدرسي، معناه أن الجهل سيستمر. هذا الولد الذي يخرج من المدرسة هذا خطير عليه، خطر على الأسرة، خطر على المجتمع. تعرفون أن شيء خطر حتى المجتمع لن تصنع منه شيء. بشر غادي يجيك بشر عادي، إذا جاء واحد دار المخدر تدي، ولا جاء واحد دار يقطع الطريق يدي. إذا كان مصلحتنا أن يتعلم الناس، من أمننا نحن من مستقبلنا أن يتعلم الناس. فإذا كنا لا نسأل عن مدرسة، الآن مدرسة جيدة، كاين عندنا بعض أبنائنا في مدرسة الذين لا يبصرون، ما يشوفوش مزيان، دخلوا المدرسة كاين مسكين ما يشوف، يقعدوا في التالي صافي وقت ما يشوف حتى شهادة التالي ما يجي حتى شي نتيجة من الخارج. ألا يكون من الواجب علينا أن تكون في هذه الناس أنتم لجنة، واحد مجموعة من الأخيار من الفضلاء، ما يجي الدخول المدرسي يسولوا، راه خص غير الأفكار، ما خاصش الفلوس راه عطا الله الخير. كل مشيو شوفوا هذه المدرسة وهذه المدرسة. أنا أقول لكم نتيجة ديال التعطيل، العطالة في الدماغ ديالنا ما راهش خدام، راه مشلول. قول أنا مشيت مدارس هنايا في وجدة ماشي برا، بغيت نشوف واحد القضية ديال الضوء، الكهرباء في بعض الأقسام، كاين القسم الكبير فيه 2 لمبات شاعلين، وراح نقرر ولادنا العلم. واش معقول هذا؟ معقول أن ما كاينش مسلم يقول ودي ندير غير نديرهم هذه قربة إلى الله تعالى، لأن هاد ولاد المسلمين ما يمشي يشوفوا. أنا ماشي يقال لي، أنا شفتو أنايا، ما كاين إداري، ما كاين أستاذ، ما كاين واحد إنسان جا. حرام هذا الأمر. ألا تتصدقون على الآخرة؟
لعل هذا النور الذي تشعله الآن سيشعله الله تعالى جعل لك نورا في الطريق. قد يكون لك نور في القبر. فاش يمشي واحد الإنسان يقول ودي الله يخليكم شوفوا لي المصابيح اللي نطفيها لأن أولاد الناس راه فيهم اليتامى وفيهم اللي لاباس عليه وفيهم اللي ما عندش. واش يكون ما يكونش هذا نوع من الصدقة؟ خلينا من الصدقة ديال الماكلة والطعام تعطيه في الزنقة ويبقى يطيح في الأرض. يجيبوا واحد يدي الطعام من القبر، يدي ذاك الطعام من القبر غير تضيعوا، ولا يدي الطعام الجامع ياكلوا الناس شايين شبعان وانت تاكلوا. ما عندنا ما نديروا بالطعام ديال في الجامع. بغينا نشوفوا المصباح شاعل في باش يقولوا المصابيح ديال الأمة الإسلامية والأمة متفطنة وذكية وتعرف اش دير. كاين شي حسنة ما عندها حتى شي قيمة، غير حسنة ديال المتخلفين، صدقة ديال المتخلفين، متخلف حتى يبحث. ولكن لما نمشي للمدرسة، أي مدرسة نمشي لها ونقول الله يخليكم شوفوا لي غير المصابيح باش هاد الولاد على الأقل شوفوا لي نقول الله يخليك واحد 4 ولا 5 ديال اليتامى ولا كذا ما يشوفوش، خصهم تعرفوا الآن حنا بعض الناس كيمشيو للدار ما نبقاو نشوفوا والو، وكاين اللي الزاد ما يشوف والو، وحتى واحد ما غادي يموت مصيفطاتو ما تماش يلا توفروا الماكله، وحنا ما يمكنناش نفكروا واحد التفكير عالي ولا ودي نعطيو له الضرب ولا حتى يجيو غدا واحد المنصرين ويديو لنا ولادنا ويجيبوا لنا نظارات عوج ويديروا يركبوا لنا وغدا يديهم لك هما لا ولا العقيده ما يبقى الكل. فلذلك اقول لكم هذه الاشياء يجب التفكير فيها وسهله. نحن بالمساجد بمئات الملايين احنا والناس كلهم الحمد لله فيهم الخير. راه المسجد ماشي يبني، راه المسجد تبني فيه الان ما تصورش شي غير الاغنياء راه يبنيو الجوع.